السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه موري كروشيه. امبارح كنت عامله لايف عن كتابه المحتوى، واللايف للاسف ما تحملش، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو بحيث ان هو يكون كمرجع ليكم في اي وقت تسمعوه وتستفيدوا من المعلومات اللي فيه، وان شاء الله تنفعكم في البراند بتاعكم. قبل ما ابدا اللايف كان في سؤال من بنت بعتالي على اليوتيوب، وكانت عايزاني ان انا اجاوب عليه، وهو ازاي تبقى شاطرة في الكروشيه وسريعة. فحابة ان انا اقول لها نصيحتين مهمين. اول حاجة، عشان تبقي شاطرة وسريعة محتاجة ان انت تشتغلي كل يوم، يعني كل يوم يبقى فيه شغل بتعمليه. ما توقفيش مثلا اسبوع وترجعي تشتغلي تاني، ده هيفرق معاكي جدا في شطارتك، وهيفرق معاكي في السرعة بتاعتك. فلازم يوميا ايدك تبقى على طول شغالة. تاني حاجة هتخليكي سريعة في شغل الكروشيه، ان انتي تضغطي نفسك في الوقت. يعني ايه تضغطي نفسك في الوقت؟ يعني ان انتي الحاجة اللي انتي مدية لنفسك فيها تخلصيها في شهر، تخلصيها في اسبوعين، تخلصيها في اسبوعين ونص بالكتير، يعني اقل من نص المدة اللي انتي محدداها. خلاص. الحاجة اللي انتي حاطالها ان انتي تخلصيها في شهرين، لا تخليها في شهر، خليها في شهر ونص. بحيث ان انتي لما بتضغطي نفسك في الوقت انتي بتبقي ايدك اسرع، وبتكوني طبعا مع الوقت بتبقي متقنة لشغلك. فدي حاجة مهمة جدا ان انتي تشتغلي عليها. الحاجتين دول هيعملوا معاكي فرق كبير قوي في مستوى شغلك وفي مستوى سرعة ايدك. لو عملتي النصيحتين دول واستمريتي عليهم فترة كبيرة هتلاقي نفسك فرقتي في اخر السنة. يعني لو مثلا احنا دلوقتي في شهر 5، لو كملتي ال5 شهور دول بنفس الطريقة كده، ان انتي كل يوم بتشتغلي اي مكان تروحي واخدة شغلك معاكي، مش بتوقفي شغل خالص، وبتضغطي نفسك في الوقت وبتنجزي اكتر من ما انتي كنتي متخيلة، هتلاقي نفسك فرقتي خالص على اخر السنة. اتمنى تكون النصيحة دي تفرق معاكي. ونرجع بقى للموضوع بتاعنا، وهو كتابة المحتوى. هتكلم معاكم في نقطتين مهمين. هو اول حاجة ليه كتابة المحتوى مهمة، وتاني حاجة ازاي اكتب محتوى. نمسك اول نقطة، ليه كتابة المحتوى مهمة. انا الاول لازم اسأل نفسي سؤال، هو انا ليه هكتب محتوى؟ هكتب محتوى لثلاث اسباب. اول سبب منهم ان انا لازم اكون شخص مؤثر. يعني انا ما ينفعش اكون عندي براند وعندي شغل انا بقدمه للناس او منتج بطلعه للناس وانا ما كنش شخص مؤثر، ما كنش ظاهرة للناس بشخصيتي، بتفاصيلي، بان انا يعني اثر في الناس باي شيء ولو بسيط جدا. تاني حاجة، عشان افيد الناس، افيد الناس بقى سواء بخبرتي، بالمعلومات اللي انا اتعلمتها، افيد الناس بشغلي، افيد الناس باي شيء انا ممكن اقدر اقدمه من خلال كتابتي للمحتوى. تالت حاجة، ان انا اخدم الناس. دايما ابقى حاطة اول حاجة قدامي ان انا عايزة اخدم الناس قبل من ان انا عايزة ابيع وازود مبيعاتي واسوق لشغلي. لا، انا اول حاجة عايزة اخدم الناس فعلا، يبقى جوايا نية كده ان انا فعلا عايزة اخدم الناس. اخدم الناس عن طريق ان انا اعرفهم معلومات جديدة، اعرفهم في حاجات اكتر في الشغل، بحيث ان هم لما يجوا يطلبوا اوردر يبقوا عارفين يطلبوا ازاي. اعرفهم مثلا الاسعار، اعرفهم الخامات. افضل ان انا اعرف الناس وافيد الناس بالشغل بتاعي. فلما انا اكون مدركة الثلاث اسباب دول، انا هكتب وهبدع في الكتابة بعد كده، وهيكون ليا محتوى قيم جدا، وهقدر ان انا اطلع منه افكار كتير، وفي نفس الوقت هقدر ان انا اجذب فعلا العميل بتاعي المثالي اللي انا عايزاه، اللي انا فعلا عايزاه يجي ويشتري مني. طيب، ليه بقى كتابة المحتوى مهمة في عالم البيزنس وفي صناعة البراند بتاعك، وان انت فعلا تظهري والناس تشتري منك وتقدري ان انت تعملي مبيعات كويسة؟ اول حاجة، كتابة المحتوى بتجيب لك العميل المثالي اللي انت عايزاه. لما بتبتدي تكتبي محتوى بتاعك وبتعرفي الناس انت بتشتغلي ايه، وايه تخصصك في الكروشيه، بتعملي ايه بالظبط كمنتجات. واللي متابعني وبيسمع فيديوهات كتير ليا عارف ان انا دايما بنصح بان احنا نخصص خط واحد للكروشيه بنشتغل فيه. يعني يكون ملابس، يكون شنط، يكون مفارش. تخصصي جزء واحد في الكروشيه او فرع واحد في الكروشيه بتشتغلي فيه علشان العميل يعرفك بيه. فلما بتبتدي تتكلمي عن الشغل بتاعك اللي انت بتعمليه، انت بتجذبي العميل بتاعك. تاني حاجة، المحتوى بيخليكي مميزة في مجالك. احنا دلوقتي بقينا في زحمة من خلال السوشيال ميديا، دلوقتي كل حاجة في اي مجال بقت زحمة.
فعشان اتميز في مجالي ما ينفعش ان انا اكتفي بان انا انزل صور للمنتج بتاعي وبس، لازم اكون بكتب محتوى وبتكلم عن شغلي وبتكلم عن تفاصيل شغلي وبتكلم عن المشاكل اللي بتواجهني وبتكلم عن معلومات تخص شغلي. لازم المحتوى بتاعك يكون منوع، ما ينفعش ان انا اعتمد بس ان انا بنزل صور وبس او بطلب من الناس ان هم يشتروا المنتج بتاعي وبس، لان العميل مش هيشتري بالطريقه دي. العميل هيشتري لما يحس ان هو بيستفاد منك، ان هو فهم انت بتعملي ايه، ان هو فهم ان انت مميزه في المجال بتاعك، فبالتالي هيشتري منك وهيدفع الفلوس اللي انت هتحطيها او اللي انت هتطلبيها. طيب تالت حاجة مهمة في كتابة المحتوى او هتفرق معاكي لما تكتبي محتوى، ان المحتوى بتاعك هيظهر وهيكبر وهيتعرف. مش بس ان انت هتكوني مميزة، لا انت كمان هتتعرفي في المجال بتاعك وهتتعرفي في الوسط عموما اللي حواليكي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال كتابة المحتوى اللي انت بتكتبيها. من غير كتابة محدش هيعرفك، لازم تحطي النقطة دي في بالك. ما تجيش تبصي على اللي حواليكي وتقولي طب ما في ناس نجحت وهي مش بتكتب محتوى، هي مجرد ان هي بتنزل صور شغلها وبس. دي ممكن تكون استثناء، لكن القاعدة الأساسية في البيزنس، في أي فرع من فروع البيزنس أيا كان الشغل اللي بتقدميه أو الخدمة اللي انت بتقدميها أو المنتج اللي انت بتقدميه، فهي القاعدة أساسية ان كتابة المحتوى جزء أساسي من صناعة البراند، جزء أساسي من التسويق. ما ينفعش ان انا استغنى عنها ولا اشيلها من خطة التسويق بتاعتي. خلاص، يبقى دي اساسيات الكتابة بتاعت المحتوى. هي مهمة ليه؟ يبقى 1 عشان كتابتك هتجيبلك العميل المثالي، 2 المحتوى بتاعك هيخليكي مميزة في مجالك، 3 كتابة المحتوى بتاعك هتساعدك ان انت تظهري البراند بتاعك وتكبري. طيب محتاجة بعد كده اعرف ازاي اكتب محتوى، ودي نقطة مهمة واغلبنا ما كانش يعرفها ولا سامع عنها قبل كده، فمش عارف ازاي هيتكلم ويكتب محتوى. محتاجة اول حاجة اعملها ان انا احدد رسالة البراند بتاعي، واحدد الشخص اللي انا بقدم له المنتج بتاعي. اي فئة انا بقدم لها المنتج، هل انا بقدمها للام، هل انا بقدمها للبنت اللي في الجامعة، هل انا بقدمها للاطفال، هل انا بقدم المنتج بتاعي كهدايا مخصوصة، حاجة كاستمايز تتعمل للعميل عشان يقدمها هدية. لازم اكون محددة انا بقدم المنتج بتاعي لمين. يبقى احدد رسالة البراند بتاعي واحدد انا بقدم المنتج لمين. تاني حاجة محتاجة افكر فيها واكون حطاها دايما في بالي عشان اقدر اكتب محتوى، ان انا اكون منتجي بيحل مشكلة. بيحل مشكلة لمين؟ للعميل. العميل عنده مشكلة ومش قادر يحل المشكلة دي، فانت بمنتجك هتوصلي له رسالة من خلال المنتج بتاعك ان انت بتحلي له المشكلة دي. سواء مثلا لو زي ما قلت امبارح في اللايف، لو حد مثلا نفسها ان هي تلبس زي بنتها وبتدور على سكارفات ومش عارفة تجيب سكارف ليها ولبنتها نفس الشكل لان المقاسات مختلفة، فانتي بتقدمي لها حل ان انتي بتعملي لها الشكل ده ليها ولبنتها ويبقى هما الاتنين زي بعض. ده مثال بسيط. وعلى كده قيسي بقى اي فرع انت بتشتغلي فيه في الكروشيه وفكري في حلول وابتكري. مع الوقت هتبتدي تطلعي مشاكل وهتطلعي لها حلول، وده هتظهريه من خلال كتابة المحتوى بتاعك. طيب ايه الخطوات اللي تخليني اكتب محتوى يعني يشد ومحتوى في نفس الوقت يكون قوي ومع الوقت يكون محتوى مميز؟ 3 خطوات هنعملهم عشان نكتب بيهم المحتوى المميز ده. اول حاجة اكتب عنوان يشد. العنوان اكتبه بطريقة تخلي اللي قدامي يبقى عايز يكمل قراية المحتوى. خلاص، تاني حاجة هعملها ان انا يكون عندي قصة بحكيها او معلومة بكتبها في النص، او مثلا الخطوات اللي انا بعملها في شغلي. القصة دي ممكن تكون عبارة عن قصتي انا او قصة عميل قابلني مثلا وانا بعمل له اوردر، او مثلا معلومة انا في شغلي، معلومة انا سمعتها، معلومة عن حد مشهور كان قايلها، سواء في قصص النجاح، سواء في المجال الكروشيه نفسه، معلومة عن الخيوط وأنواعها وأسعارها، عن الخامات أتكلم فيها. كل ده هيفرق معايا في كتابة المحتوى، وبالتالي بتعملي للعميل زي حالة وعي كده عن شغلك وعن اللي انتي بتقدميه، وعن مثلا لما يجي يطلب اوردر ازاي يطلبه، ايه الخامات اللي يطلبها. في أفكار كتير قوي هتبتدي تطلعي بيها لما تكتبي محتوى. اخر حاجة في كتابة المحتوى هتعمليها ان انتي هتعملي حاجة اسمها كول تو اكشن، ان انتي بتطلبي من العميل ان هو ياخد خطوة، زي ان هو دلوقتي ممكن تطلب اوردر مثلا وتاخد عليه خصم، او دلوقتي ممكن تسأل عن عرض الصحاب.
شاركني ايه المعلومة اللي فاتتك من خلال البوست اللي انا كتبته، او قولي ايه انواع الخيوط اللي انت تحب ان انت تطلب بيها الاوردر، او ايه الالوان المفضلة. المهم ان انا اطلب حاجة في نهاية البوست تخلي العميل يكتب لي كومنت، او يقول لي مثلا ان هو عايز يطلب اوردر، او ان هو بيسأل عن الاسعار. اي حاجة تخليه ياخد اكشن، ودي حاجة مهمة جدا في نهاية كتابة المحتوى. بكده نكون خلصنا نصايح النهاردة. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم. اكتبولي ايه اكتر نصيحة فرقت معاكم، ولو عجبكم قولولي علشان اعمل سلسلة عن كتابة المحتوى وازاي تنمي نفسك في كتابة المحتوى. شكرا لكم.